الساعة هترجع 60 دقيقة يوم الخميس. مصر بتستعد لتطبيق التوقيت الشتوي في 2025. بص يا باشا، في خبر كلنا لازم ناخد بالنا منه، وخصوصا اللي عندهم مواعيد شغل أو دراسة أو حتى صلاة. الخبر بيقول إن الساعة هترجع 60 دقيقة كاملة يوم الخميس 30 أكتوبر 2025. يعني إيه؟ يعني وأنت قاعد في نص الليل الساعة 12 بالظبط فجأة هتلاقيها بقت 11. والموضوع ده مش هزار، ده بداية تطبيق التوقيت الشتوي في مصر. تعال بقى أقول لك القصة دي كلها في 3 أسرار مهمين جدا. بس كالعادة قبل ما أقول لك الأسرار دي ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتتابع صفحتنا عشان يوصلك كل الأخبار الجديدة أول بأول. السر الأول، هو إمتى وليه؟ القانون 24 لسنة 2023 حدد إننا نمشي بنظام التوقيت الصيفي والشتوي. يعني إيه؟ يعني في آخر جمعة من إبريل من كل سنة بنقدم الساعة 60 دقيقة، ونفضل شغالين كده لحد آخر خميس في أكتوبر. ومن أول دقيقة في يوم الجمعة اللي بعده بنرجع الساعة لورا ساعة كاملة السنة دي بالذات. وده معناه إن الخميس 30 أكتوبر 2025 الساعة 12 بالليل هتبقى 11. وبكده يبدأ التوقيت الشتوي من أول ثانية في يوم الجمعة 31 أكتوبر. التوقيت ده هيستمر معانا لحد نهاية إبريل 2026. ودي مش فكرة جديدة على مصر. مصر رجعت تطبقها من 2023 بعد ما كانت لغتها من سنين طويلة وكنا مرتاحين. والسبب الرئيسي في رجوعها هو ترشيد الطاقة واستغلال ساعات النهار الطويلة في الصيف. تاني سر هقوله لك، ايه اللي بيترتب على الموضوع ده؟ الموضوع مش مجرد عقارب ساعة بترجع لورا. التغيير ده بيأثر على حياتنا اليومية كلها. يعني مثلا مواعيد المصالح الحكومية بتتغير، المدارس والجامعات بتظبط جداولها، كمان المحلات وأسواق العمل بتتأثر، حتى مواعيد الصلاة بتتحرك ساعة لقدام أو لورا حسب التوقيت الجديد. وعشان كده اللي ما يظبطش ساعته ممكن يتلخبط جدا في مواعيده. تخيل مثلا حد عنده امتحان أو طيارة بدري يوم الجمعة، لو ما أخدش باله ممكن يوصل متأخر ساعة كاملة. وخليني أقول لك كمان إن الساعات التقليدية لازم تتظبط يدوي، لكن الأجهزة الحديثة زي الموبايلات والكمبيوترات هتظبط نفسها أوتوماتيك، ودي حاجة بتسهل الموضوع على الناس. تالت سر وهو الأخير، إيه الهدف الحقيقي من القصة دي وليه الدولة مصممة عليها؟ الحكاية كلها بترجع لترشيد استهلاك الكهرباء في الصيف. النهار طويل والناس بتستفيد من الضوء الطبيعي أكتر، فبيقدموا الساعة عشان نقلل استخدام الكهرباء في الإضاءة. وفي الشتاء لما النهار يقصر والليل يطول بيرجعوا للتوقيت الطبيعي. الدراسات بتقول إن ده بيوفر كمية مش قليلة من الطاقة، وده مهم جدا في وقت الدولة بتحاول فيه توازن بين الإنتاج والاستهلاك. كمان في رسالة غير مباشرة إن مصر ماشية زي دول كتير في أوروبا وأمريكا اللي بتطبق النظام ده من سنين. خليني أقول لك كمان إن الحسابات الفلكية بتأكد إن الصيف بينتهي رسميا يوم 22/9 الجاري 2025، وبعدها الجو بيبدأ يبرد تدريجيا. يعني التوقيت الشتوي مش بس قانون، ده كمان انعكاس لطبيعة الفصول اللي احنا عايشينها، وكل ده بيأثر على حياتنا بشكل أو بآخر، من أول لبسنا في الشارع لحد استهلاكنا للكهرباء. الخلاصة إن يوم الخميس 30 أكتوبر لازم نحط في دماغنا إن الساعة هترجع لورا 60 دقيقة. الموضوع شكله بسيط بس هو في الحقيقة تغيير كبير بيأثر على تفاصيل حياتنا كلها، واللي مش واخد باله ممكن يتورط في مواقف صعبة. عشان كده خليك صاحي وبلغ اللي حواليك، وما تخليش عقارب الساعة تضحك عليك. وفي نهاية الفيديو ما تنساش زي ما قلت لك تعمل لايك وشير للفيديو وتتابع صفحتنا عشان يوصلك كل الأخبار الجديدة أول بأول.